طلعت علينا المذيعة خديجة اللي شغالة في قناة الجزيرة بسؤال كده، بس قبل أي حاجة أرجو الشير لأن السؤال ده خبيث ومطلوب منه تضليل الناس. السؤال كان إزاي مصر اتحولت من دولة مصدرة للغاز لدولة مستوردة، وهي تقصد أيام ما كنا بنصدر الغاز لإسرائيل. الحقيقة مصر عمرها ما كانت يا صديقي مصدرة للغاز بشكل حقيقي إلا لإسرائيل، وده كان قبل 2015. طب وقتها بقى كان مصر أصلا عاملة إزاي؟ كنا بنستورد كل حاجة من بره، ما بنصنعش، من الإبرة للصاروخ كل حاجة جاية، وكان عدد السكان معلش يعني حوالي 80 مليون. الكهرباء كانت بتقطع بالساعتين في الصيف بشكل شبه يومي قبل 2010. واللي ما حضرش الايام دي خش يا حبيبي اسال بابا او ماما، او خش على السوشيال ميديا، كل حاجه موجوده يعني ما راحتش بعيد. نرجع بقى لما بعد 2015. هنا بدات مصر تلعب صح، عملت ترسيم حدود واكتشافات حقول غاز، منهم حقل زهر، ومشروعات ضخمه، محطات رياح وطاقه شمسيه وهيدروجين اخضر، غير ان هي شغلت محطتين الاساله اللي كانوا واقفين من 2004 و2005 وغيره كتير. طب بعد كل ده عم مجدي ولسه برضو بنستورد؟ طب ليه؟ الاستهلاك يا صديقي زاد بشكل كبير جدا. انت عملت مصانع كتير ورجعت تشغل مصانع كانت وقفت بقالها زمن، وعملت مصانع عربيات، مصانع موبايلات غيرها، وقللنا طبعا الاستيراد وبقينا نصنع بشكل اكتر محليا. وعدد السكان بتاعك زاد، وصلنا ل 120 مليون غير اللاجئين اللي عايشين في مصر. ومع ذلك الحمد لله ما فيش انقطاع كهرباء ساعة واحدة، ودينا شفنا الصيف وهو عدى علينا من غير اي انقطاع كهرباء. اهم نقطة بقى، احنا بنستورد الغاز من اسرائيل وقبرص واليونان وغيرها، مش من اسرائيل بس. مش عشان بقى محتاجين كل الكمية اللي احنا بنستوردها دي، ما احنا عندنا ايه مشروعات طاقة، لكن لاننا الدولة الوحيدة في المنطقة اللي عندها محطات بقى اسالة اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو. رجعنا شغلناهم بعد ما كانوا واقفين من 2004 و2005. فبنعمل ايه بقى؟ بناخد الغاز ده نسيله، وبعد كده نصدره لاوروبا وافريقيا ونكسب منه. وده اللي مش هتقوله لك المذيعه. يعني احنا بقينا ناخد منهم الغاز على هيئه الهيئه الغازيه بتاعته، وبتصدره بشكل مسيل لاوروبا. طب انت لو ما عملتش كده غيرك هيعمل كده، وغيرك نفسه يعمل كده. وعندنا مثال تركيا. فانك دلوقتي فعليا بقيت دولة مصدرة للغاز، مش زي الاول انت كنت بتصدر لاسرائيل بس وبتيجي على نفسك. المرة دي لا، انت دولة فعليا مصدرة للغاز بشكل اساسي. ومش غاز بس، لا احنا بنصدر كهرباء كمان. في مشروع عندك الربط الكهربائي مع السعودية والاردن ومع دول افريقية. الخلاصة قبل ما تسمع للناس دي دور واقرا عشان ما تقعش في فخ التضليل يا صديقي، لان الحرب حرب وعي وعقول.